السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اقتراح اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم كيك يومي بيضه واحده. كيكه ديال الشوكولاته البنات من اروع ما يكون، غادي تجربوها وغادي توليو مدمنين عليها لان فعلا لذيذه قوام كريمي بدون كريمه سائله ولا شوكولاته. كتجي رائعه البنات، ما نوصفش لكم المذاق ديالها. كيف ما عجبتكم الكيكه اللي سبق ليا وحضرت معكم في اللطافه هذه، ان شاء الله حتى هي غادي تعجبكم لانها كتجي لذيذه بالبنات. على ضمانتي غادي تجربوها وغادي توليو كي قلت لكم مدمنين عليها. فكنتمنى تتبعوا معايا المراحل من الاول حتى للاخر باش تكتشفوا جميع التفاصيل. نخليكم مع المكونات وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحضر معكم هي الكريمه لانها خاصها تبرد. غادي نحتاجوا ليها نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيفوا ليه 3 ملاعق من النشا، كذلك 3 ملاعق من سكر حبيبات او لا السكر سنيده، وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر. انا حيت عندي هاد الكاكاو شويه اللون ديالو غامق، فانتوما الا كان عندكم الكاكاو العادي اللي كنستعملوا ديال لي ساشي غادي ديروا 2 اكياس. صافي كنخلطوا هاد العناصر على البارد، من بعد غادي نديرهم فوق نار متوسطه مع التحريك المستمر. فما تنغفلوش عليها، كنبقاو نحركوها باش ما كتلصقش لينا في القاع ديال الكاسرونه، وبطبيعه الحال على عافيه اللي تتكون مهيله. صافي كنبقاو نحركو حتى كتقل لينا الكريمه ديالنا وكدير الفقاعات. من بعد غادي نحيدها من فوق النار وغادي نفرغها في واحد الاناء اخر كي كتلاحظوا، ومن بعد غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير اولا ديروا ليها كيس بلاستيكي. المهم انه يكون هذاك الكيس بلاستيكي ملامس للوجه ديالها باش ما كدير ليناش واحد القشر. صافي غادي نخليها حتى كتبرد ومن بعد غادي نرجع ليها. هنا غادي ندوز باش نحضر معكم الكيكه اللي غادي نحتاجو فيها. بيضه واحده بحراره المطبخ. انا غادي نعطيكم المكونات وفي نفس الوقت الطريقه. من بعد غادي نضيف رشه ملح اللي تعديل الذوق دائما، وكذلك كاس الا ربع من سكر حبيبات او لا السكر سنيده. بالنسبه للمقادير بالعبار وكذلك بالمليلتر غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كنخلطوا جيدا بالمضرب اليدوي كي كتلاحظوا في الصوره. ممكن ايضا تستعملوا الخلاط الكهربائي. صافي هنايا من بعد ما تبدل لي القوام ديال البيض مع السكر غادي نضيف القهوه سريعه الذوبان كمنسم، ممكن تعوضوها كذلك بكيس من الفانيلا. كذلك غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت كامل، وكذلك غادي نضيف الحليب. بالنسبه للحليب يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني الا كان عندكم في الثلاجه جبدوه على اتساع وعاد خدموا به. من بعد غادي نبدا نضيف النواشف. هنايا ضفت انا ملعقه كبيره من بودره الكاكاو. غادي نخلط وغادي نبقى نضيفوا الدقيق. هنايا انا غادي نستعمل الملعقه، فغادي ندير 3 ملاعق في الاول. من طبيعه الحال يكون الدقيق منخول او لو تضيفوه نتوما كتقربلوه. كذلك كيس من خميره الحلويات من وزن 8 غرام. صافي هنايا كنبقى ندخل هذاك الدقيق جيدا في الخليط، وفي هذه الاثناء راني شعلت الفران على 180 درجه من الاسفل فقط. غادي نزيد 3 ملاعق اخرى، يعني المجموع 6 ملاعق فقط باش كيجينا الكيك ديالنا خفيف وما كيجيش ثقيل. صافي هذا هو القوام ديالو، تيكون بهذا الشكل هذا. يعني الكيك ديالنا كنخليوه شي شويه خفيف، ما تنتقلوش نهائيا. غادي ناخذوا المول ديالنا اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بالكاكاو، ممكن تعوضوا الكاكاو بالدقيق. نحاول انني نساويه وندخلو الفران على 180 درجه من الاسفل فقط. من بعد ما غادي يطيب لنا الكيك غادي نتلاقى معكم. هنايا صافي الكيك ديالنا من بعد ما طاب غادي نسقيه انا بكاس ديال الحليب باش كيجينا خفيف وكيجينا هشيش. فجربوها البنات فغادي يعجبكم، كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للكيك كيكون سخون والحليب تيكون بارد او لا العكس، يعني حاجه كتكون سخونه وحاجه كتكون بارده. غادي نخليوها على جانب ونرجعوا الكريمه ديالنا من بعد ما تقالت اولا تماسكات. غادي نضيف ليها كاس من بودره الشونتيي ديال موس الشوكولا. استعملت انا هذا النوع هذا. ناخذ الطراب ديالنا وغادي نطرب جيدا هاد العناصر. جربوا البنات هاد الكريمه هذه فتتجي لذيذه. وبالنسبه لهاد الكريمه ما كنطربوهاش بزاف حتى كيتقل القوام ديالها وكتولي عاقده بزاف. كنخليوها شي شويه هكا خفيفه باش ملي كنبقاو نقطعوها كتسيح معنا وكتجي رائعه البنات. غير جربوها. صافي هذا هو القوام ديالها، تيكون بهذا الشكل هذا، ما تنطلعوهاش بزاف. غادي ناخذ الكيك ديالنا من بعد ما سقيتو، غادي نحاول انني نفرغ هذيك الكريمه ونساويها. فلو وصلتوا حتى لهنايا ما تنسوش انكم تدعموني بلايكاتكم كذلك بتعليق فضلا منكم وليس امرا. جزاكم الله خيرا. ما فيها باس هذيك لايك فكتخليو الفيديو انه يتقترح على اكبر عدد من الناس. كنحاولوا اننا نساوي الكيك ديالنا جيدا حتى كنحصلوا على طبقه اللي كتكون قاده بالاستعانه بواحد السباتيل. ومن بعد غادي نزينوها. بالنسبه للتزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا هنايا غادي نزينها بالفيرميسيل
ممكن ايضا تزينوها بالشوكولاته المبشوره، لكم الاختيار، او كذلك بالكاكاو، يعني كتزينوها بالكاكاو. انا هنايا غادي نزينها بالفيرميسيل، تزيين بسيط وسهل في التحضير، يعني بدون تعقيدات. كذلك عندي واحد شويه ديال لي بيبيت شوكولا الخاصه بالكوكيز، غادي نزينها كذلك بها. فكنتمنى هذا الاقتراح ينال اعجابكم، وفضلا منكم وليس امر ما تنسونيش كي قلت لكم من تعاليقكم، وكذلك البارطاج مع الاهل والاحباب دائما باش تعم الفائده. صافي، هذا هو الشكل ديالها البنات من بعد ما زينتها. غادي نتلاقى معكم في صحن التقديم باش تشوفوها من الداخل كي كتجي. وصلت معكم لنهايه الفيديو، تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما وجدته. غادي نقسمه معكم بطبيعه الحال باش تشوفوه من الداخل كي كيجي. كريميه خفيفه، جربوها في هذا الصيف، بحال هاد الوصفات كنحتاجوهم بزاف بزاف، كيجيو باردين وكيعجبوا الوليدات وكذلك الاحباب والضيوف، كيبردوا علينا في هذا الصيف هذا. غادي نقسمها معكم باش تشوفوها. فكنتمنى ان هذا الاقتراح ينال اعجابكم كما عجبتكم الكيكه السابقه اللي الحمد لله عجبت الاخوات وجربوها. هنا غادي نقسم معكم واحد القطعه باش تشوفوه من الداخل، يعني الطبقه ديال الكريمه كذلك الطبقه ديال الكيك، فكتجي من اروع ما يكون. غير جربوها على ضمانتي، غادي تعجبكم، لذيذه بزاف، كريميه، من اسهل واروع الكيكات اللي سبق ليا وجربت. من طبيعه الحال غادي نوريها لكم عن قرب باش تشوفوها. لذيذه لذيذه البنات، بلا ما نحتاج انني نشكرها، فهي شاكره نفسها براسها، يعني كريميه. ها انتم كي كتلاحظوا في الصوره، قوام كريمي، قوام رائع. كنتمنى هذا الاقتراح ينال اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.